سلامة، شكون فيكم يعرف ثورة شعبية مسلحة انطلقت سنة 1963 واستمرت حتى سنة 1975. اليوم باش نحكيو على ثورة ظفار. إقليم ظفار يقع في جنوب سلطنة عمان، وكان يعاني من التهميش والجهل والقمع والفقر. وسنة 1963 بدأت فيه شرارة ثورة شعبية مسلحة، وسنة 1965 تشكلت فيه جبهة تحرير ظفار اللي بدلت اسمها سنة 1968 إلى جبهة شعبية لتحرير الخليج، اللي تبنت الفكر الماركسي كمرجعية أساسية له. الثورة هذه كانت مظهر من مظاهر الحرب الباردة، والجبهة الشعبية اللي كانت مدعومة بالمال من الصين وكوريا الشمالية ومدعومة بالسلاح من الاتحاد السوفيتي وكوبا كانت تواجه في القوات النظامية المدعومة من بريطانيا. حاكم عمان اللي وقع ضد الثورة كان السلطان سعيد بن تيمور، اللي لقى روحه عاجز عن التصدي للثورة. وبعد الانقلاب الأبيض اللي قام به ولده السلطان قابوس سنة 1970 بدأت موازين القوى تتغير وبدأت الثورة تضعف وتتراجع. مطالب الثوار كانت واضحة وعلى بساطتها كانت مطالب مشروعة، طالبوا بالتنمية والصحة والتعليم والمساواة. وطيلة سنوات الثورة استطاع الثوار السيطرة على 80% من مساحة إقليم ظفار، واستطاعوا زادة القيام ببعض الإنجازات مثل بناء المدارس. السلطان قابوس وبدعم إيراني استطاع القضاء على ثورة سنة 1975 وحكم البلاد بنهج جديد مخالف لنهج بو، اعتمد فيه على تعزيز التنمية وتوفير الصحة والتعليم. ثورة ظفار تعلمنا أن التهميش والقمع ما يبنيوش الأوطان، وأن المطالبة بالحرية والدفاع عليها حق أساسي لكل شعوب العالم.